السلام الله عليكم الإخوة والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة معكم قناة ديالكم مصدر الخبر. في هذه الحلقة غادي نشوفوا بعض المواضيع اللي هي مهمة ديال آخر الساعة. الموضوع الأول هو محاولة اغتيال كامران شنقريحة، محاولة فاشلة لم أدت إلى مقتل 6 أشخاص. غادي نشوفوا كذلك إخواني خواتي الموضوع ديال العطش في الجزائر، فالجزائر أصبح أكثر صبرا من الجمل. فهاد بعد يعني هناك أزمة خانقة ومظاهرات عارمة تعم البلاد بسبب هذا المشكل ديال العطش اللي أدى إلى الخروج ديال الساكنة إلى الشوارع. موضوع آخر خاص باللقاء ديال المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الكونغولي اللي مهددة بالإلغاء. إذا هذا الموضوع نحاولوا نتطرقوا لهم إخواني أخواتي بكل تفصيل في هذه الحلقة. دائما الإخوة الأخوات وأنتم كتتابعونا في القناة نرجو منكم الاشتراك معنا، كذلك تفعيل جرس الإنذارات باش يوصلكم أي جديد، والضغط على زر الإعجاب بالخصوص باش ينتشر هذا المحتوى على أوسع نطاق. شكرا لكم إخواني أخواتي، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. إذا كيف ما قلنا، فبعد هذا المشكل اللي كان في ولاية تيريت مشاكل عدة تعرضت لها الجزائر بفعل العطش اللي أصبح آفة في البلاد. فهناك مجموعة من الفيديوهات اللي كتوثق لخروج الساكنة إلى مظاهرات عارمة تطالب بإيجاد حلول استعجالية لهذا المشكل اللي خلى أن مجموعة من الساكنة ما كيقدروش أنهم يلقاو باش أنهم يغسلوا ولا باش أنهم يشربوا وما إلى ذلك. فالجزائري أصبح أكثر صبرا من الجمل بطبيعة الحال، خصوصا مع ندرة المياه وعدم وجود حلول استعجالية واستباقية لتضارب هذا المشكل اللي تفاقم في هذه الأيام الأخيرة. فغادي نخليكم مع هذا الفيديو القصير اللي كيوثق أن وزير من الوزراء تيقول أولى والي ديال الولاية كيقول لهم بأنهم ولاو كيشربوا مرة على 3 أيام. إذا غادي تخليكم تتابعوها بالصوت والصورة ومن بعد رجعوا لي تتمة الحلقة. روحوا شوفوا المواطنين تاع حمادية كيفاش هم يشربوا ان جور سير 3 ان جور سير 4. كانوا يشربوا مره في 15 يوم، وهنا شحال راهم يشربوا هذو لي ساس كارتي كاش. احنا اكثر من 57% في الشيف اللي تشرب مره كل 3 ايام او اكثر. إذا كيف ما شفتوا إخواني أخواتي، فقال لهم بين إنجازات ديال الرئيس تبون أن الجزائري كان كيشرب مرة على 15 يوم، دابا قال لك ولا كيشرب مرة في 3 أيام حتى 4 أيام. هذا بالنسبة لهم فهو إنجاز. إذا فمشكل كبير يعاني منه هذا القطاع بطبيعة الحال ديال الماء في الجزائر، وأصبح يعني من ضروري اتخاذ إجراءات مستعجلة. ولكن مع الاقتراب ديال الانتخابات ديال الرئاسة الجزائرية اللي كيتخبط فيها النظام العسكري بقيادة الكامران شنقريحة باش حاولت الإبقاء على الرئيس تبون، ما كتخليش ليه الوقت أنه يشوف هذه المشاكل الداخلية والاحتقان الداخلي اللي أدى للخروج لعدة مظاهرات بالجزائر. غادي نخليكم تشوفوا هذه المظاهرة اللي كانت يوم أمس في الجزائر ومن بعد رجعوا لتتمة الحلقة. حاقرينا هذه شيء الحياه، هذه سيرتو هذا البلاد، هذه بلاد الرشوه، بلاد البيسه، كل شيء عندك هكا الرشوه تسوى كل شيء، ما عندكش ما كاش. هذه بلاد يا اخي، هذه يا حاقرينا 15 يوم ما شفنا تجمع الماء. كاين اللي عنده ذراري. نتوما كيفاش تشوفوا مجموعه من الساكنه كتخرج للمظاهرات في الشوارع كبيره وكبيره جدا، وكيدعوا مجموعه الجزائريين باش يخرجوا لتظاهرات تنديدا بهذه السياسه اللي كينهجها النظام العسكري اللي ما خلاتش لهم حتى الماء باش يشربوا بطبيعه الحال. وبالتالي فهذا العسكر الجزائري بالقياده ديال تبون وشنقريحه في مفترق طرق كبير وكبير جدا، خصوصا مع هذه توالي الاحتجاجات في مختلف الولايات الجزائرية. كان هناك اجتماع ديال الرئيس تبون مع الإدارة ديالو، تاخذوا قرارات باش انهم يدفعوا صهاريج لمختلف المدن المتضرره. لكن هذه الصهاريج مع كثره يعني الطلب على الماء لم تفي بالوعد ديالها، وحتى هذا الماء اللي كان جا فهو ماء اللون ديالو ماشي كيشبهش الماء اللي هو صافي. وبالتالي فعطى مجموعه من الانتقادات اللي خلات ان الشعب الجزائري ما يلقاش واحد الحلول اللي هي استعجاليه باش يدوز باش انه يتغلب على هذا المشكل ديال العطش. غادي نشوفوا كذلك يوم امس بان كانت هناك محاوله اغتيال للكامران شنقريحة بعبوه ناسفه. لما مر الموكب ديالو فكان فاجرت هذه العبوه بطبيعه الحال، كانت في سياره ملغومه وادت الى مقتل 6 اشخاص. لكن نجاة ديال شنقريحة باعجوبه من هذه المحاوله الاغتيال كمت دولتها مجموعه من المنابر.
وكيف ما قال السيد الدكتور منار السليمي في اللقاء ديالو، قال بأن هناك مجموعة من التحققات ومجموعة من المشاكل اللي كيعيشها الجيش الجزائري، خصوصا المخابرات العسكرية والفريق وكذلك الجناح اللي تابع لشنقريحة وتبون، وهناك أجنحة أخرى كأجنحة هذاك المسمى الجن وما إلى ذلك، فهم في تناحر من أجل السيطرة على الجيش، وبالتالي فهناك أي واحد مهدد للقتل من طبيعة الحال في أقرب فرصة كانت تحت اليوم أنه يقدر يتصفى له يعني في الجيش الجزائري. إذا فمشاكل جم ما كتشهدها الجاره الشرقيه في هذه الايام، خصوصا مع الاعلان على الاقتراب ديال الانتخابات ديالهم، والان كيحاولوا انهم يتكتلوا باش يقدموا الرئيس تبون كمرشح وحيد، لكن ايضا انسحب حزب البناء الوطني يوم امس من هذا التكتل، وبالتالي اصبح عندهم عده مشاكل يعني في يعني باش يوجدوا لهذه الانتخابات او لا باش ان هذا الرئيس يعود ولايه ثانيه. غادي نشوفوا اخواني اخواتي في موضوع اخر بخصوص الشق الرياضي وعلاقه بالمنتخب الوطني المغربي اللي غادي يقوم بتصفيات كاس العالم 2026 ضد الكونغو. فقد اعلنت الكونغو الانسحاب ديالها من اللقاء ضد النيجر بالكونغو برازافيل، اعلنت بانها غادي تنسحب عبر وزير الرياضه ديالها بانها تنسحب من هذا اللقاء ضد النيجر في تصفيات كاس افريقيا، والسبب ان الفيفا ما كتعطيهم الترخيص باش يقوموا بهذه المقابله في برازافيل، وقالت لهم تنقلوها لكينشاسا نظرا للعشب ديال برازافيل ما كانش يستوفي الشروط ديال الفيفا. ولما يعني ذهبت وحاولت انها تصلح اداء العشب عفوا، ومن بعد ملي صلحته خدات لوتوريزاسيون ولا خدات الترخيص، وبالتالي قالت لهم بانني غادي نستقبل النيجر في برازافيل، الشيء اللي رفضته النيجر من طبيعه الحال، وبغات انها تلعب في كينشاسا لان النيجر كانت اصلا في كينشاسا مشات، وبالتالي فوقع هناك بعض المشاوشات ما بين الرئيس ديال البلاد ديال النيجر اللي كان اكد لهم بانها غادي تنتقل لبرازافيل، ولكن بعد وزير الرياضه النيجيري قال بانهم او وزير الخارجيه اتصل بوزير الرياضه الكونغولي وقال له ما يمكنش ان النيجر تمشي لبرازافيل باش تلعب، وان الفيفا كذلك رشحت الملعب ديال كينشاسا اللي جاهزه ديالو واللي استوفاء ديالو معايير ديال الفيفا، وبالتالي هذه ازمه دبلوماسيه ما بين البلدين، وبالتالي ادى الى ان هذا اللقاء غادي يتم الالغاء ديالو بصفه نهائيه، وبالتالي حتى اللقاء ديال المنتخب الوطني المغربي اللي مقرر تلعب في كينشاسا فحتى هو مقرر مهدد بالالغاء ضد هذا الكونغو برازافيل، وبالتالي فإلى تلغى فالمنتخب الوطني غادي يكون ما لعبش لقاء في 14 يونيو غادي يكون، وبالتالي غادي يقدر ان المنتخب الوطني انه يكون عنده الوقت ويكون فائز في هذه المقابله. اذا حظ سعيد للمنتخب الوطني المغربي في هذه التصفيات ديال كاس العالم. الاخوه والاخوات انتم تابعتونا في الحلقه، نرجو منكم دائما الضغط على زر الاعجاب باش ينتشر هذا الفيديو على اوسع نطاق. شكرا لكم الاخوه والاخوات، والى حلقه قادمه بحول الله.